ما يصبر والله. دقيقة دقيقة أنا خلوني كده في حاجة نقول عشان الناس تعرف يا جماعة. أنا لما نقول شوف كده أقفل المايك ده شاذلي حاجة بس. شوف أنا ليه قلت الجيش السوداني ده بيقاتل؟ لأن الجيش السوداني ده جيش الكلية ده هو الذكي. أنا معاكم هنا. جيش الكلية ده بحارب بالتخطيط. أنا معاك. جيش الكلية ده كل ما سخن عنده جناح من الآبات هنا. معلش يا شمس الدين وإبراهيم أخرت بيكم. عنده جناح. شنو الجناح يعني؟ هسه الجيش ده هسه طيب إذا كانت قلت الجيش ده زمان استخدم حرب المراحيل وما أعرف لك المصرية همر ومصرية زرق وجنوب السودان. طيب هسه ما استخدمنا إنها. طيب نحن ناس المشتركة دي شنو كان؟ فيلا اللي انضميت للجيش. طيب عرفت الفهم؟ عرفنا. امسك الشغل ده من هنا. الجيش ده استخبارات بتاع القوات شباب المسلح في السودان ده. زمان نحن كنا في الحركات الكفاح المسلح اقسم بالله السيجاره ما بتوليها. سيجاره سيجاره هسه يكون في 1000 عربيه مولي الانوار ماشيين سيجاره. انت تولي سيجاره كده الا تلبده كده تحت السياره تولي السيجاره تشرب بدقك في الميت لما تقوله بس. طيب لانه اكبر واقوى استخبارات على تاريخ السودان امر سالاغوش. ايوه اقوى استخبارات في السودان ومرت هو سالاغوش. ده تحدي كمان لكل السودانيين. لانه الجيش بيشتغل باتجاه مصلحه. عنده مصلحه بعد بيشتغل معك. ما عنده مصلحه ما بيشتغل معك. اي زول اللي جاري قال له يا اخي قوات شباب المسلح ده استخدمت الجنجويد والحرب المراحل ده استخدمها في جنوب السودان بقول لك ايوه. لانه الجيش هو اللي بيجيب الذخيره مما اندلعت شيء اسمه السودان ده من 56 كلام الجنجويد ليوم الليله ذخيره شغال. تحدي كده في زول خليه يقول له يا اخي اذن سنه بس ذخيره ما تدور في السودان. ما ذخيره شغال. لانه اذا كانت الجيش السوداني ما قوي كثيرة الهروبات اللي مرت على السودان دي كانت الجيش السوداني كانت انتحر وفلسنا ذاته. لسه قاعدين ناكل ونلحس يدنا وفي جيش وفي كافي. لكن داير تسليح في داخل القوات شباب المسلح. انا معاكم. القوات شباب المسلح قتلت وعملت انا معاكم. القوات شعب المسلح ادى السلاح للجنجويد قتلت المواطن واستخدام الجنجويد على مصالحه الشخصيه واستخدمت الاحزاب السياسيه على مصالحه الشخصيه. انا معاكم. لا يوسف نينا ترى انا شخصيا بتفق معك من معركه ابقمره وكتم وجرجيره ده جيش نينا عرفنا بعرف بشكل. لكن المشكله في جهاز المخابرات في اصلاح داير له اصلاح القيادات زي ما كنت تسال عن الجيش ما بشكل. نو زول جد انا ما بعرف زول لو ناس قربون وابقمره انت ما تنسى كلامك ده ترى وبشكل. لكن انا ما وريتك شغل حاليا ماشي ده اقسم بالله. لا في زول بذاكر الصفاره بتاعت الجيش. صفاره بتاعت الجيش في الباركه بس تسمع طيط. الجيش ما بشاكل. في جنجويد وبيضرب صفاره زي ده. لا اكثر ما دايرين شكل ذاك ذاته ترى النبل في الجنجويد. ترى نينا دايرين ناس النبل في الجنجويد ما دايرين جيش يشاكل. ما مش كنا ادونا فرصه انا وشمس الدين برضه كده. طيب خلي شمس الدين طولنا عليه. خلي شمس الدين ياخذ فرصه نجيك ابراهيم. شمس الدين والله كنا دقيقه بس انا والله كلامي ما قلت كله.